السلام عليكم أساطير اتش دي أكشن. يقال دائما ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة. فإن كنت من محبي الغموض والإثارة والقضايا الغامضة، دلوقتي فعلنا بيج أرشيف. خليني أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها. يلا يا صديقي ادخل للبيج. هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة. هتلاقي الرابط في أول تعليق. ادخل للبيج وتابعنا علشان توصلك كل حلقاتنا الشيقة من أرشيف. بطل فيلمنا النهاردة هو جندي سابق بيخطفوا أخته علشان يبيعوها للي يدفع أكتر، لكنه بيقرر إنه يرجع لحياته القديمة وينتقم منهم بأبشع الطرق. ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار، ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم. بيبدأ فيلمنا مع شخص اسمه ريتشارد وهو بيحلم لما كان واحد رافع عليه السلاح وخلاص هيموته، لكن بيفوق ريتشارد من الحلم وهو مخضوض. وبيكون ريتشارد جندي سابق لكنه ساب الجيش من فترة كبيرة، وبيصحى من نومه يصحي أخته الوحيدة سارة علشان تروح مدرستها، وهو كمان يتحرك على شغله الجديد اللي بيكون عبارة عن سائق عربية خاص. وفي طريقه بيقابل جارته حبيبته كادن، واللي بتقول له إنها ممكن تقابل سارة وتاكل معاها النهاردة، خصوصا إن ظروف ريتشارد وحشة جدا وأغلب الوقت مش معاه فلوس. وبيروح ريتشارد بعدها لصديقه القديم جاك، واللي تحول لتاجر ممنوعات علشان يجمع فلوس كتير في وقت قليل. وبيعرض جاك على ريتشارد إنه يشتغل معاه في الممنوعات، وبيأكد له إنه هيكسب ذهب، لكن ريتشارد بيرفض لأنه مش عايز يدخل السجن تاني. وهنا بنكتشف إنه اشتغل قبل كده مع جاك وضرب واحد بالنار في رجله، وبسبب كده دخل السجن فترة وخرج، لكنه حاليا بيحاول يبقى في حاله علشان يعيش في سلام هو وأخته. وبتجيله مكالمة بعدها من الشركة اللي بيشتغل فيها علشان يروح ياخد بنت معينة من درس الكمان بتاعها، لكن في طريقه أخته بتتصل عليه وبتطلب منه يجي يوصلها لأنها متأخرة ومش هتعرف تركب تاكسي. وبعد إلحاح كبير بيضطر ريتشارد إنه يروح لسارة وياخدها الأول وبعدين يرجع للبنت ويوصلها بيتها. لكن في الوقت ده البنت بتخرج من درس الكمان وبتتصل على الشركة وبتزعق معاهم لأن السواق اتأخر. وفجأة وهي واقفة بتوصل عربية غريبة بينزل منها شخص بيخدرها وبيخطفها في ثواني وبيجري علشان يوصل ريتشارد للمكان وما يلاقيش البنت موجودة أصلا. فبيحاول يخبط على باب المدرس بتاع الموسيقى لكنه مش بيرد عليه، وبيتصدم أكتر لما بيشوف الكمان بتاع البنت دي مرمي في الأرض، وبيتأكد إن أكيد حصل لها حاجة. في نفس الوقت ده جاك صاحبه كان بيسلم ممنوعات وعرض عليه الراجل إنه يشتغل معاه في تجارة البنات، وبيأكد له إنه كل دوره إنه يجيب له البنات وبس، وهياخد مقابل ده مبلغ كبير من المال. وفعلا بيبدأ يفكر جاك في الموضوع طالما هيجيب له فلوس. أما ريتشارد فبيتم استدعائه في الاسم وبيكون مشتبه فيه لأنه المفروض كان يروح يستلم البنت ويرجعها لأهلها، لكن لأن مفيش دليل قاطع بيضطر المحقق يسيبه ويمشي. وطبعا بيرجع ريتشارد البيت وبيزعق مع أخته سارة لأنها كانت السبب إنه يتأخر ويحصل اللي حصل ده. وبيفتكر بعدها لما كانوا بيناموا في الشوارع بعد موت عيلة ريتشارد في حادث مروع، لكن ريتشارد فضل يكافح لحد ما جاب بيت يعيش فيه هو وأخته وكمان وظيفة كويسة وشريفة. وبتجيله بعدها كارين تقعد معاه شوية ويتكلموا عن موضوع البنت اللي اتخطفت، وبيكون رأيها إن ريتشارد يسيب الشرطة تشوف شغلها ويبعد هو عن الموضوع ده، لكن ريتشارد بيبقى فاهم إن الشرطة شايفاه مذنب مهما حصل. وفعلا بالليل بتهجم الشرطة على بيته وبياخدوه معاهم بمنتهى القوة بتهمة خطف البنت. وبيستغرب ريتشارد في الاسم من إصرار المحقق إن هو اللي خطف البنت، خصوصا إن ريتشارد من خلفية عسكرية قوية وحصل معاه مشاكل كتير لما كان في الجيش، أقربهم لما كان هو وواحد صاحبه في مهمة وصاحبه ده اتصاب بطلقة في رقبته وكان بيموت، وبيقرر إنه ينهي حياته وينتحر أحسن. لكن ريتشارد بيرفض وبيقتله هو بنفسه تحت شعار القتل الرحيم. بس طبعا الكل وقتها فكر إن ريتشارد
ريتشارد بيقتل صحابه. وهنا بيوصل المحامي الخاص بريتشارد وبيقدر يطلعه بسهولة، لأن ببساطة مفيش أي دليل قاطع يثبت إن ريتشارد هو اللي خطف البنت. وهنا بيقرر ريتشارد يطلع سلاحه القديم اللي مش بيستخدمه بقاله فترة كبيرة جدا، وبيفتكر لما كان مرمي في الشارع هو وأخته جاك عطف عليهم ووفر لهم البيت بتاعه علشان يسكنوا معاه. وده كله لأن جاك شاف ريتشارد إنسان كويس وحب إنه يساعده، لكن لما جه يعرض على ريتشارد إنه يشتغل معاه رفض ريتشارد بشكل قاطع لأنه مش عايز يمشي في السكة دي. وهنا بيبان الفرق بين ريتشارد الشريف وجاك اللي كل همه إنه يجيب الفلوس بأي طريقة، حتى لو طريقة غير مشروعة. وعلى طول بيقرر ريتشارد إنه يروح لجاك علشان يحكي له اللي حصل معاه، لكنه بيتصدم لما بيعرف إن ريتشارد دخل مجال جديد وهو إنه يبيع ويشتري بنات عن طريق الدارك ويب. بيتعصب ريتشارد جدا أول ما بيعرف وبيضرب جاك بسبب كده وبياخد بعضه وبيمشي. بس بعد ما بيمشي ريتشارد بتكون البنت اللي عليها الدور في المزاد هي نفس البنت بتاعة الكمان، وبيصورها شخص متوحش وبيعرضها على رجال الأعمال الغامضين اللي بيشتروا البنات دول عبيد عندهم حول العالم، وبيعرفهم إن المزاد مستمر لمدة 3 أيام وبعدها هيشوفوا مين صاحب أعلى سعر وهياخد البنت. فبيبعت جاك الفيديو ده لريتشارد اللي بيتصدم من اللي بيحصل في البنت، لكنه بيبقى فاهم كويس إنه لو راح للمحقق بالفيديو ده هيقول إنه برضه متعاون معاهم، وعلشان كده بيقرر إنه يبحث في الموضوع بنفسه. وبيقرر إنه يروح يشتري ممنوعات وبيسأل الديلر عن اللي بينزل له الممنوعات دي. طبعا الديلر بيقلق وبيطلع سلاحه وبيجبر ريتشارد يديله محفظته، وبيضربوا الديلر على غفلة ضربات متتالية وبيوقعوا على الأرض وبيعرف اسمه من البطاقة، وبيحذروا إنه يوقع نفسه في المشاكل دي وإلا هيموت. فبيرجع ريتشارد البيت وهو مش قادر يقف على رجله وبيقع قدام كادن وهو بيطلب منها ما تبلغش الشرطة ولا تطلب الإسعاف. وبيقوم بعدها من النوم وبيعرف من كادن إنها اتصلت بممرض زميلها وهو اللي قام باللازم لريتشارد. وهنا بيقرر ريتشارد يتصل على الدكتور بتاعه اللي كان في الجيش ويطلب منه حبوب معينة، وفعلا بيجيب له الدكتور الحبوب اللي بتكون عبارة عن قوة جبارة حرفيا، لكن ليها أضرار كتير لو ما تمش استخدامها بحكمة. وبياخد ريتشارد حباية منهم وبيبدأ تدريباته من جديد علشان يرجع البنت اللي اتخطفت بسبب تأخيره ويثبت إنه ملوش دعوة بالعصابة دي. ولما بيروح يشتري حاجة من السوبر ماركت تاني يوم بيلاقي الديلر اللي ضربه بيسرق الكاشير، فبيهجم عليه وبيضربه بقوة وبيجبره إنه يقول له المكان الخاص بالشخص اللي مشغله. في الوقت ده بيكون الزعيم بيعذب البنت بتاعة الكمان بشكل قذر جدا ومش بيخليها تاكل إلا لما تبقى هتموت من الجوع. وفي اليوم التالي بيروح المحقق بيت ريتشارد وبيلاقيه بيجهز سترة واقية ضد الرصاص، فبيفهم إنه بيخطط لحاجة، خصوصا إنه قدر يحصل على الفيديو بتاع الإنترنت المظلم وفعلا حس إن ريتشارد ممكن ما يكونش ليه علاقة بالموضوع. وبيروح بعدها ريتشارد يقعد قدام بيت تاجر الممنوعات في انتظار اللحظة المناسبة، وفعلا بينجح إنه يضرب الحارس بقوة وبياخد سلاحه وبيدخل البيت. وأول ما بيشوفه التاجر بيقرر ريتشارد إنه يرمي السلاح علشان يبين حسن نيته وبيأكد له إنه عايز يتكلم معاه مش أكتر، لكن التاجر بيتعصب بسبب اللي عمله ريتشارد وبيأمر رجالته يضربوه، والرجالة بتنزل ضرب في ريتشارد وهو مش عايز يسمع حاجة لحد ما بيسمع التاجر بيأمرهم بقتله. وهنا بيتحول ريتشارد وبيمسك الأقلام الرصاص اللي وقع على الأرض وبيبدأ يغرزها فيهم واحد ورا التاني بمنتهى الوحشية، لحد ما بيغرز واحد في رجل التاجر وبيسأله عن موضوع خطف البنات الصغيرة وبيعهم، وفعلا بيقول له التاجر على المكان اللي بيسلموا فيه البنات. فبيطعنوا ريتشارد طعنة كمان بسبب انه بيتاجر في البنات بدون رحمة، بس اللي ريتشارد ما عملوش حسابه انهم يهجموا على بيته ويضربوا كادن، وبينجحوا انهم كمان يخطفوا اخته سارة علشان يبيعوها هي كمان. وبيرجع ريتشارد البيت وهو مش قادر وبيقع مغمى عليه في الحال، وبيصحى يلاقي نفسه تمت معالجته وده بفضل الممرض صديق كادن. وبيغضب جدا لما بيعرف اللي حصل لسارة وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وبيروح يهجم على واحد من اتباع الزعيم وبيهدده بالقتل علشان يعترف بمكان اخته. ولما بيرفض الراجل بينزل عليه ريتشارد بالضربات المتتالية بمنتهى القوة لحد ما بيموت قدامه. وبيفضل بعدها ريتشارد يرجع دم بسبب انه بيتعاطى الحبوب بشكل كبير جدا، وبيفتكر لما حذره الدكتور من الموضوع ده لما كان في الجيش لان قلبه ممكن يتضرر ويموت في الحال. بعدها بتتخانق معاه كادن لانه مش عايز الشرطة تساعده وبيحاول يعمل
يعمل كل حاجة بنفسه. وهنا بيقرر ريتشارد يروح لجاك وبيطلب منه المساعدة في الموضوع ده، وفعلا بيوافق جاك وبيأكد له انهم عيلة واحدة من زمان. في الوقت ده الزعيم بيجيب سارة وبيعرضها فوق البيعة اللي هيشتري البنت بتاعة الكمان. وتاني يوم بيتحرك جاك وريتشارد على مكان الزعيم، لكن جاك بيغدر بيه وبيضربه على دماغه علشان يفقد الوعي. وبيفوق ريتشارد وبيلاقي نفسه مربوط في كرسي وجاك قدامه، وبيفهم ان جاك هو اللي خلاهم يخطفوا اخته علشان يكسب فلوس اكتر. وهنا بيتعصب ريتشارد على الاخر وبيفك ايده وبينزل ضرب في جاك بمنتهى القوة. جاك عمال يديله ضربات، لكن بسبب الحبوب ريتشارد مش حاسس بأي حاجة ومكمل ضرب فيه بمنتهى القسوة لحد ما بيقضي عليه تماما، لحد ما بيتعب ريتشارد جدا وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في البيت وكادن أنقذته كالعادة، والمحقق بيبقى موجود وبيأكد له انهم عرفوا كل حاجة عن موضوع الانترنت المظلم وهيطلعوا في مهمة لتسوية الموضوع. لكن ريتشارد هيفضل تحت الإقامة الجبرية في البيت بسبب قتله لجاك. لكن بعد ما بيمشي المحقق كادن بتقوم تتعصب على ريتشارد وبتطلب منه يتصرف وينقذ أخته سارة بأي طريقة وما يستناش الشرطة. وفعلا جاك بيطلع وبيروح يقابل المحقق اللي كان عايز يقبض عليه علشان ساب البيت، لكنه بيسيبه لما بيأكد له ريتشارد انه هيساعدهم بسبب خلفيته العسكرية. وبيوافق المحقق لكن بشرط ان ريتشارد يفضل في المؤخرة وما يهجمش معاهم على المكان. وفعلا بيوصل المحقق واللي معاه لمكان الزعيم وبيقتحموه، وطبعا ريتشارد بيرفض انه يفضل في العربية وبيقرر انه يهاجم معاهم. وبيبدأ تبادل اطلاق النار بين المحقق اللي معاه ضد الزعيم واعوانه لحد ما بيظهر شخص ضخم وبيكون خلاص هيقتل المحقق. وهنا بيتدخل ريتشارد في اللحظة المناسبة وبينقذ المحقق قبل ما يموت بلحظات. لكن لما بييجوا يمشوا الراجل بيقوم تاني، فالمحقق بيديله طلقة في نص دماغه علشان يموت فورا. الزعيم اول ما بيعرف بكل اللي بيحصل ده بيقرر انه ياخد سارة والبنت بتاعة الكمان ويهرب، لكن ريتشارد بيظهر قدامه وهو واخد كذا طلقة لكنه مش حاسس بحاجة خالص بسبب الحبوب. وبيضربه الزعيم بسهولة وبيوقع منه المسدس بسبب انه مش متزن. لكن هنا سارة الشرسة بتقوم وبتضرب الزعيم كذا ضربة لحد ما بيقدر ريتشارد يقوم وبيديله طلقة في دماغه يخلص عليه. المحقق ساعتها بيقبض على ريتشارد وبياخد البنات وبيمشوا من المكان بعد القضاء على الزعيم. لكن بنكتشف ان اللي مات ما كانش الزعيم ولا حاجة، والزعيم الحقيقي جه يشوف الجثة بتاعت شبيهه، خصوصا ان دكتور الجيش صاحب ريتشارد هو اللي وفر للزعيم شخص مناسب وعمل له عملية تجميل علشان يبقى شبه الزعيم بالظبط. وبنعرف كمان ان الزعيم في منصب مهم في البلد وبيتحكم في كل حاجة، لدرجة ان هو اللي طلب الافراج عن ريتشارد مقابل انه ما يتكلمش في اللي حصل ده مرة تانية علشان ما تنكشفش كل حاجة. وفعلا بيرجع ريتشارد لحياته الطبيعية مع كادن حبيبته اللي انقذته اكتر من مرة، وسارة اخته اللي عدت معاه بمقاسي كتير جدا. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.